لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم آمين. إخواني أخواتي 5 دقائق الأذان. نحن جعلنا ما شاء الله أول شيء ساداتنا الله يرضى عنهم أكرمونا بختم القرآن العظيم ولنا بكل حرف 10 حسنات. إذا بتضرب الآن كم حسنة لك بفضل الله تعالى واضربهم ب100,000 لأنك في بيت الله الحرام. الحسنة ب100,000. لذلك تعال معي بعد ما ختمنا القرآن اتعلمنا شيء. بعدها دعونا الله والعباء والدعاء هو مخ العبادة. تعال الآن لنتعلم أمور فقهية في هذه ال4 دقائق المتبقية. يا من أكرمكم الله عز وجل بحج بيت الله الحرام، أولا يجب علينا أن نعلم من دخل مفردا ومن دخل متمتعا. أما المتمتع دخل بنية التمتع بالعمرة. التمتع بالعمرة أن يطوف ببيت الله ويسعى يطوف 7 أشواط ثم يصلي خلف المقام ركعتين سنة الطواف، ثم بعدها يتوجه إلى زمزم ويتكرع من زمزم ويسأل الله عند شربها لأنها طعام طعم وشفاء سقم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلية وارزقنا اللهم دوام العافية. وزمزم لما شربت له. لو أنكم شربتم ماء زمزم على نية الله تعالى أن ينصر أهلنا في الشام إنه جواد كريم على هذه النية. الأمر الثالث أن نتوجه إلى الصفا والمروة، نسعى سعي العمرة 7 أشواط. نبدأ بالصفا منتهينا في المروة ذهابا شوط إيابا شوط مع بسم الله الله أكبر اللهم إني نويت طواف سعي العمرة 7 أشواط. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عندما ينتهي المتمتع يقص شعر أو يحلق، والحلق أولى. والحلق يا أخوان انتبهوا، أنا ما شايف ولا واحد من أخواننا المتمتعين حالق. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3. بس أنا بعرف كل المتمتعين هلا أجلوا الحلق لبعد الحج. أجلوا الحلق. أنا بعرفه أخواني المحبين النبي بتراجيل النبي قولا بقول وفعلا بفعل وحركة بحركة. والحلق على الموسى أولى لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وبعدها خلع الإحرام لبس المخيط إلى يوم التروية اللي هو بعد بكرة. هذا يوم التروية يومنا، لكن سمعت من السادة العلماء اليوم أنها سنة وهي سنة كما نعلم وكما علمونا. قد يكون المبيت غير الآن ما مجهز، سيتوجهون إلى عرفات الله. وهون الموقف العظيم. هون الكل المتمتع والمفرد والقارن سيقف على صعيد عرفات الله. والحج عرفة، الحج عرفة. لذلك يا أخواني بدنا نطلع على عرفات قبل الصعود إلى عرفات نغتسل. اسمع يا متمتع، نغتسل سنة الإحرام ثم نخلع المخيط ونرتدي الإحرام نصلي ركعتين من هنا من المسجد ثم نقف ونقول اللهم إني أريد الحج وأحرمت به لله تعالى اللهم تقبله مني ويسره لي لبيك اللهم لبيك لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة وتبدأ بالتلبية إلى أن تصل إلى عرفات. وقفنا في عرفات الله هناك نصلي الظهر والعصر قصرا جمع تقديم قصرا جمع تقديم ورا الإمام إن شاء الله ورا مشايخنا إخواني الكرام أخواني الكرام. أخت الكريم المعزورة أيضا تقف على عرفات الله ولا شيء عليها، تفعل أفعال الحج كله إلا أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت الحرام. إذا وقفنا على جبل عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلوا عليه أقرأ والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. هذا قول من؟ قول سيد الاولين والاخرين. تشتغل بالايه؟ بالذكر. بعد ما وصلت الظهر العصر تتوجه الى الله بالدعاء، الى ابنائك، الى بناتك، الى اخوانك، الى اهلك في الشام. بدك هنيك بدك تصبر العبرات. انت هنيك جئنا يا والله لسان حال كل واحد منا يقول يا ربي ها قد جئتك كما خلقتني، كأنك خارج من الدنيا إلى الآخرة. الفقير، الغني، الكبير، الصغير، الملك، المملوك، الحقير، الوزير، كلهم بزي واحد يتوجهون لرب الواحد، يسألون ربا واحدا قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا بعد ما صلينا، بعد ما دعينا، بعد ما ذكرنا الأهل، ذكرنا الأحباب، توجهنا للأم بالدعاء، والدعاء هو مخ العبادة. انتظرنا ساعة النفرة. ساعة النفرة عند غروب الشمس. ومن وقف عرفات لحظة من نهار ولحظة من ليل أجزأه الوقوف. إلى أين بعدها؟ إلى المزدلفة. قولوا اللهم ارزقنا يا رب الوقوف على صعيد عرفات. إلى مزدلفة نصلي المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وبعدها نجمع الحصاد 49 بحصة بإذن الله قدر الحمصة. بعدها قالوا ساداتنا العلماء العجزي والمرضى والجرحى هؤلاء والقائمين عليهم هذول مقدار شد الرحال. مقدار شد الرحال يعني يصلوا المغرب والعشاء بيجمعوا البحصات ويلا إلى منى. يلا إلى منى سيدي مباشرة الحج عندك. يلا إلى منى مباشرة من وبعدها عند الشافعية إلى ما بعد منتصف الليل. وعند الأحناف يشترط وجوبا المبيت في منى إلى ما بعد الفجر. اللي بصحته وعافيته بس بدنا نمشي مع مين يا أخواني؟ مع أمناء أفواجنا، مع مشايخنا، لأن السادة العلماء قالوا من صحب عالما لقي الله تعالى سالما. الله يرضى عليكم. مباشرة طلعنا من مزدلفة بدنا نوصل إلى العقبة الأولى. العقبة الأولى هي الجمرة الكبرى مباشرة اللي هي بعد ما نتعدى الصورة والوسطى والكبرى من اتجاه مكة المكرمة. نأخذ 7 أحصاد من الأنيني، أنين مي صغير حطينا فيه الأحصاد. أخواني بسم الله نوينا رجمة العقبة الكبرى. بسم الله الله أكبر رجما للشيطان طاعة للرحمن. بقصة أحصاد اللي جمع السمع وضربوا هذول يعدوا واحدة. كم يا سيدنا؟ واحدة. بسم الله الله أكبر رجما للشيطان طاعة للرحمن. وبعد الرجم نتوقف عن التلبية ونحن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا سلام جبت الركن الأول يا معتمر يا متمتع. جبت الركن الأول وقوف عرفات. رجمت العقبة باقي عندك شغلتين. أن تسوق الهدي بدك تذبح وأنا بنصح كل شيء. كل إنسان عنده هدي أن يدفع هديه، أن يدفع قيمة هديه. واللي ما عنده استطاعة يا أخواني يصوم 3 أيام في مكة و7 إلى رجعة إلى البلد الذي هو فيه بإذن الله تعالى. بعدها أخواني بنخلع طول الإحرام وبنلبس المخيط، لأن المتمتع والقارن جاب 3 من 4 أما المفرد تحتاج الدرويش يعني يقول الله يرضى عنه. المفرد يا أخواني بيجيب 2 من 3 يرجم العقبة يحلق شعره على الموس يقلع الإحرام ويرتدي المخيط. وبقي عندنا ركن واحد ما هو؟ طواف الإفاضة. اللهم يا رب يا أكرم من سئل يا رب من أعطى يا رجاء السائلين يا أمن الخائفين يا رب الواقفين يا رب القاعدين يا رب الأرباب يا مجري السحاب يا معتق الرقاب ارزقنا الوقوف على صعيد عرفات. ارزقنا الوقوف على صعيد عرفات وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله رضاء لا سخط الله بعده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. استجب دعاءنا بسر الفاتحة.